الأستاذ علاء يوسف رئيس حي العجمي. أنا شايف أعمال الإزالة نهوت في شهر العسل، ممكن تقول لنا إيه الأعمال الإزالة اللي موجودة؟ والله إحنا بنحاول دلوقتي نلحق العقارات المخالفة من البداية في أولها، وزي ما أنت شايف العقار ده بيقع في شهر عسل 11 لسه بيعمل لبشة للمالك أو المخالف، فإحنا بنحاول من البداية نشيل الحديد ونشيل العشاير. تم شيل الحديد يا فندم بالكامل. بناخد الأسمنت والزلط والأسمنت والساق والأسمنت بنحافظ عليهم. بنحاول نتابع في متابعة بحيث كل العقارات طالعة في البداية كده نحاول نمنعها من الشروع. اللي العقار ده طالع بدون ترخيص يا ريس؟ طبعا بالترخيص، ده بروسة من غير جنب. أكيد بالترخيص طبعا العقار. وإيه الإجراءات اللي هتتم بعد كده؟ ولا حاجة، احنا بنحافظ على المواد، بنتعامل محضر وبنروح المحكمة بجنحة، بنتعامل قرار إيقاف رد تحفظ وبنحافظ على أي مواد بناء. يعني هل هيتم شيل كل الحديد اللي موجود دوت؟ إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. والمواد البناء اللي موجودة؟ مواد البناء فيها أسمنت أهو بيتحمل زي ما شايف العربية دلوقتي. بيتاخد كله بيتحفظ وبعدين بيضرم عليه بعد كده. المهندس محفوظ مين اللي قام بقرار بإصدار القرار ده، قرار الإزالة؟ القرار ده بيبقى صادر من الإدارة الهندسية خط التحفظ حين صدور قرار الإزالة، وإحنا حاليا دلوقتي بنحافظ على مواد البناء، السن والرملة والحديد والأسمنت لمنع المخالف من الاستمرار في أعمال المخالفة. ايه بقيه الاجراءات اللي بتتم في الحاله ديت لو قرر نفس اللقاء؟ لو المالك استمر في الاستمرار في العمل يطلع قرار ازاله ويتم تنفيذ الازاله فور صدور القرار. هل هيتم ازاله كل الحديد اللي موجود في الارض؟ سيتم تنفيذ الازاله وتحافظ على الحديد الموجود ضمن مواد المباني الموجوده في الارض. في مخلفات بتصدر في الحاله ديت ولا مفيش مخالفات؟ في مخالفات بتصدر ولا مفيش مخالفات؟ اكيد مهندس المنطقه بيعمل اجراءات وبيكمل بقيه الاجراءات. معروف مالك العقار؟ القائم بالاعمال معروف، لكن لسه هو بيعملوا تحريات عشان يشوفوا مالك الحاجه. تحب تضيف اي حاجه ثانيه يا باشمهندس الواقعه؟ لا، احنا مستمرين في العمل، احنا بنكافح المباني المخالفه والمباني اللي هي بدون ترخيص في نطاق الحي. شكرا يا باشمهندس.